حرفيًا الفترة اللي فاتت كلود كود بدأ إن هو يعمل integration مع حاجات كتيرة جدًا، من ضمنها إن هو يقدر كمان يintegrate مع السوشيال ميديا كلها، فيسبوك وإنستجرام ويوتيوب وLinkedIn وحتى جوجل analytics اللي هو بنسميه GA4 بحيث إن إحنا نربط كل أكونتات السوشيال ميديا ونعرف إيه البوستات اللي بتجيب لنا reach عالي وتفاعل عالي، وكمان الزوار اللي بيخشوا الأسبوع ده، ونعرف كمان المبيعات، وكمان نعرف المسدجات اللي جات لنا على الصفحة، والأهداف بتاعة الإعلانات شغالة حسب ما إحنا عايزين والّا لأ، كمان معدل دخول الويب سايت هل هو كويس والّا لأ، وهل الناس يعني بتحب الويب سايت بتاعنا وبتقعد فيه فبيحسب لنا الbounce rate. بقى عندي لوحة تحليل شاملة لكل أنواع السوشيال ميديا والchannel بحيث إن هو يعرّفني حتى كل واحد بيقعد قد إيه، يعني مثلًا اللي جايين من الفيسبوك تمام، قد إيه وكام منهم خرج من الويب سايت وكام واحد اتفاعل ومتوسط عدد الثواني واللي جُم من الإعلانات واللي جُم direct واللي جُم من اليوتيوب واللي جُم من جوجل واللي جُم من تيك توك، كل ده بيحسبه لي وكمان يدّيني كمان اقتراحات للفترة الجاية ويقول لي خلّي بالك أنت لازم تعالج 1 و2 و3 و4 بحيث إن أنا يبقى عندي نظرة عامة على كل أكونتات السوشيال ميديا بتاعتي. فتعالَ أقول لكم بقى جنون كلود تمام، إزاي تعمل لوحة تحليل زي دي بالضبط على كلود وكمان يبقى معاك اللينك ده تقدر من خلاله تفتحه على أي كمبيوتر وتبهر المديرين بتوعك وتبهر كمان نَفْسك وتعرف أنت الفترة الجاية المفروض تعمل إيه وتشتغل إزاي، ويالّا بينا نبدأ الفيديو. يا أهلًا بكم من جديد، معاكم إبراهيم خليل، وبإذن ربنا النهارده هنتكلم على أداة حلوة جدًا هي عبارة عن MCP، واللي ما يعرفش يعني إيه MCP هي عبارة عن أداة أنا باضيفها مع كلود بحيث إن هي تعمل لي غرض معين. إحنا في أداة اسمها Windsurr، والأداة دي تقدر تربط بيها أكونتات السوشيال ميديا. إحنا لو دخلنا على الأداة دي طبعًا مجانية 100% وتقدر تربطها مع أكتر من منصة، وعايز أقول لك كمان على حاجة جميلة، إن أنت تقدر تconnect ب10 data source و15 account تمام. أنا ربطت فيسبوك وإنستجرام ويوتيوب وLinkedIn، وعلى فكرة لسه معايا كمان أكونتات تانية أقدر إن أنا أضيفهم ماشي. فالباقة دي free، وكمان الميزة اللي موجودة بقى إن أنا ممكن أروح على كلود على حاجة اسمها connector. لو رُحت كده على الsetting بتاعي وبدأت إن أنا أروح على connector وبدأت أدوس على browse connector هالاقي الأداة اللي اسمها Windsurr أهي ماشي. طبعًا أنت بتدوس عليها وتعمل من هنا connect. طبعًا أنا هنا رابطها، طبعًا زي ما أنت شايف كده أنت تقدر كمان تربطها بسناب شات، جوجل آدز، فيسبوك، هاب سبوت، سيلز فورس، شوبيفاي، في منصات كتيرة جدًا، جدًا. ولو عايز تعرف المنصات اللي بتوفّرها تمام، بتبدأ إن أنت تشوف بقى الproduct الdata source اللي هي عايز تبُص عليها، بتدوس على view all وتبدأ إن أنت تشوف إيه المنصات اللي هي بتوفّرها. طبعًا في بقى جوجل search council، ناس بتوع الSEO، إنستجرام، هاب سبوت ماشي، وهكذا زي ما أنت عايز. طب وبعد ما بتعمل طبعًا start for free، أنا كده عامل already الaccount زي ما أنت شايف كده أدي الأكونتات كلّها. كل اللي أنا باعمله بابدأ أدوس على مثلًا فيسبوك ad وبابدأ أعمل grant فيسبوك ads access، إن أنا أدّي له الaccess و أبدأ أخش على الأكونتات وأدّي له الaccess. نفس الكلام في GA4 باسجل بجوجل، جوجل ads، ad manager مثلًا، bing ads اللي تابع لمايكروسوفت، فيسبوك page عشان لو أنت عايز مثلًا تشوف التفاعل على البوستات اللي بتجيب لك reach organic. يعني هتقول لي إيه الفرق ما بينها ما بين فيسبوك ads وما بين فيسبوك organic؟ في ناس طبعًا عارفة، الناس اللي مش عارفة فيسبوك ads اللي هو الإعلانات، فيسبوك page عشان أجيب التفاعلات اللي بتحصل على الصفحة. يعني لو لاحظت هنا أهوّة في المثال اللي إحنا كنا موريينه لحضراتكم، أنا هنا جايب لي عدد المسدجات اللي بتيجي لي وكام واحد رَد على المسدجات دي وكام واحد ما اتردش عليها، وكمان يجيب لي الCPC والCTR وكل الكلام ده تمام. فأنا لمّا أربط فيسبوك page هيروح بقى يجيب لي كل حاجة حرفيًا، حتى الفيسبوك lead لو أنت مثلًا بتعمل lead generation
هيجيب لك الleads. أنت كمان ممكن تعمل بقى حركة لذيذة لو أنت شغال في الlead generation، لمّا العميل يسجّل تمام، يبدأ يبعت لك على طول notification على الموبايل. كمان نفس الكلام في Instagram insights يجيب لك الinsights بتاع الإنستجرام. الميزة إن أنت لمّا تربط كل الأكونتات إن هو تروح تربطها بكلود، فيعمل لك لوحة تحليل كاملة وشاملة، بحيث إن أنت تبقى يعني هنا مثلًا إيه في الsearch console تمام، عندنا في N يقول لي بُص خلّي بالك أنت الكلمة دي أنت 13 كليك والترتيب بتاعك فيها كذا، قوالب N أنت الكليكة مش عارف إيه، ويبدأ كمان يدّيني فرص لم تُستغل، يقول لي بُص خلّي بالك الكلمة دي إحنا محتاجين نظهر فيها أكتر، فرص ذهبية، إحنا بنظهر فيها لكن ما بيجيلناش كليكات تمام، لإن ترتيبنا فيها مثلًا التامن، ده بالنسبة للويب سايت وهكذا، ويقعد بقى أنا هنا باسأله فين بقى يوتيوب وLinkedIn وهكذا، بعد كده يبدأ إن هو يجيب لي بقى إيه، يوتيوب أدي مشتركين آخر 30 يوم، إجمالي المشاهدات بيقول لي خلّي بالك أنت لازم الفترة اللي فاتت تركّز على الفيديوهات اللي هي الreels عشان بتviral نسبيًا، التويتر بيقول لي بيانات فارغة لإن إحنا فعلًا ما كناش شغالين عليه، تمام، ملخص عام ولو أنا طلبت منه لوحة تحليل هيدّيني لوحة تحليل، طلبت منه خطة لزيادة المبيعات، هيبدأ يدّيني خطة لزيادة المبيعات، لإن أنا ربطت له كل السوشيال ميديا، حتى Reddit، حتى Snapchat، تويتر، Google search console، Microsoft Dynamics، Salesforce، زوهو لو أنت شغال على CRM زوهو وهكذا، Pinterest، ياهو، Spotify، يوتيوب، search ads، BigQuery للناس اللي هم بتوع التحليل والإحصاء والكلام ده كله، Threads تابع لميتا. كل اللي عليّا بس إن أنا بادّي له الaccess، كل اللي عليّا إن أنا بس إيه، بادّي له الaccess وباروح على كلود أقوم رابط كلود، طبعًا باروح أتأكد برضه إن بعد الربط وأروح على الchat بادوس على علامة الplus دي وأبدأ أدوس على الconnector، لازم ألاقيها متفعّلة زي ما أنت شايف كده باللون الأزرق ماشي، يعني أنا لو نزلت كده هالاقيها أهي متفعّلة تمام، وطبعًا يعني أنا رابط كذا حاجة لإن أنا برضه عملت يعني كنت حابب إن أنا أعمل لوحة live دايمًا ماشي، فرُحت ربطت حاجة اسمها Supabase قاعدة بيانات وVercel عشان يبتدي يعمل لي data live دايمًا يورّيني التفاعلات اللي بتحصل على كل السوشيال ميديا وعلى الويب سايت بتاعي، بحيث إن أنا ما أضيّعش فرصة واحدة للبيع أو للمبيعات، بالعكس ده أنا الفترة الجاية إيه، أزوّد بقى مبيعات. فطبعًا طريقة جميلة تقدر من خلالها تحكم السوشيال ميديا، يعني أنا أقول بقى أنت تقدر تحكم السوشيال ميديا حرفيًا من بعد الأداة دي مع كلود، دوس دلوقتي هتلاقيها، وطبعًا إحنا ما وصلناش للنهاية لأ عندنا فيديوهات كتير، بس عايز أقول لك إن إحنا موفرين لك AI bundle عبارة عن 3 كورسات تقدر إن أنت تاخدهم بخصم 70% AI فيديو وكمان AI automation end to end وكمان الvibe coding عشان تعمل سيستم برمجي كامل بالautomation. موفّر لك العرض ده هتلاقيه في أول comment، ولو عايز تاخد أي كورس من ال3 برضه موجود، ما تنساش أنت برضه تشترك في القناة. كان معاكم إبراهيم خليل، أشوفكم في فيديوهات تانية كتير، سلام.